السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم فارس اللولو من الرياض الروسيه. طبعا النهارده معرفكم ان انا في مدينه يكاترينبرج. طبعا النهارده يوم راس السنه. طبعا اليوم ده بجد عند الروس يعني حاجه كبيره جدا جدا وبيحتفلوا. طبعا انا مش عارف اصور، بجد الجو تلج جدا جدا. انا هسيبكم تتفرجوا على كام شوت وهطلع لكم تاني. انا بجد والله مستمتع من الاجواء هنا. طبعا انا كنت موجود السنه اللي فاتت، بس السنه دي عشان الجو اقل واهدى شويه من التلج، فناس كتير جدا 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 موجوده معانا النهارده في المدينه وناس بتحتفل كتير. وانا دلوقتي حالا افرجكم على شطات بتاعه المدينه وبتاعه الاجواء وكده. طبعا زي ما انتم شايفين شجره كبيره جدا، في اكبر من كده في السنتر. طبعا احنا هنا برده في السنتر، بس من الناحيه الثانيه جنبنا كذا مول. طبعا المولات كلها دلوقتي مقفله، دلوقتي كل حاجه في الشارع وكل حاجه هنا شغاله احتفاليات، رقص، حاجات ببلاش. طبعا في حاجات برده مش كويسه زي البيره والحاجات دي، كله عمال يفرقع في الجو. فمن الاخر هسيب لكم دلوقتي شطات تستمتعوا بيها وهطلع لكم تاني في الفيديو. يلا بينا. طبعا انا ملاحظ حاجه مختلفه جدا جدا عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان اغلبيتهم روس، دلوقتي برضه في روس كتير جدا. بس اللي انا ملاحظه ان الدول اللي كانت في روسيا اللي هي القديمه زي اوزبكستان، طاجيكستان، كيرجستان، الكلام ده كلهم موجودين هنا في روسيا. وانا برضه مصور شوتات هوريها لكم دلوقتي في الفيديو ان في بجد طاجيكستان كتير جدا جدا اكتر من الروس نفسهم. بس بجد انا مستمتع جدا جدا بالاجواء هنا، وهوريكم دلوقتي احتفال بالصدفه اهو الناس ماشيه. ما اعرفش دول يهود ولا مسيحيين، مش عارف، بس يعني انا ما اعرفش. اهم زي ما انتم شايفين هنا. طبعا ده زي نظام بيحتفلوا، كل واحد بيحتفل بمزاجه. مثلا واحد بيحتفل يضرب بيره فوق بفودكا فوق، واحد بيحتفل مع حال، واحد بيحتفل في البيت. بصوا تعالى، دول من بدري جدا جدا هنا بيحتفلوا بجد. يعني ناس بتعرف تفرح، هم بيعرفوا يفرحوا بجد. اليوم بتاع الرقص بتاعهم والكلام ده طبعا بص عندهم سنوفام جودم برافيا سنوفام جودم. طبعا زي ما انتم شايفين كله بيحتفل، اي كلام في اي كلام، كله بيحتفل، فاهمين؟ كله بيحتفل. ناس اهي فرحانه. انا والله مش عارف هم بيقولوا ايه، هم مش بيتكلموا روسي، اللي انا سامعه مش روسي، فانا ما اعرفش الصراحه. وطبعا في حاجه مش عايز انساها في الفيديو، ان دلوقتي اللي احنا شايفينه في البلد دلوقتي او في المدينه حاليا دول يعتبر 30% من الشعب الروسي. الشعب الروسي اغلبيته دلوقتي يا اما في حاجتين، يا اما في البارات يا اما في البيت بيحتفل مع عيلته او حبيبته او مراته او الكلام ده كله. احنا ما نعرفوش، او اللي الناس كلها مفكره مثلا ان كل الناس بتحتفل في البارات بس، او الناس بتشرب بيره بس. لا، في ناس من الروس او غير الروس عامه اللي عايشين في روسيا او روسيين بيحتفلوا، متعودين ان هم يحتفلوا براس السنه مع اصحابهم، مع اخواتهم، مع عيلتهم، بس الاكتر مع عيلتهم. يعني بيحبوا يحتفلوا مع اولادهم، اطفالهم، مراتاتهم، ازواجهم، كل ده. فالكلام ده انا قلت اقوله لان انا كنت شايف ناس كتير مفكره هنا عايشين في روسيا مفكره ان بس كل الناس بتضرب بيره بس وخلاص. اللي انا ملاحظه هنا الاقي كل شويه واحد معدي يروح ضارب لي واحده فوق في السما بيره وكده، خلاص هو احتفل. ده احتفال بالنسبه له عادي، زي ما في ناس تاني بتحتفل في بار، زي ما في ناس تالت بتحتفل مع العيله في البيت. دي خلونا نستمتع شويه باجواء المدينه والانوار والاشجار اللي موجوده في المدينه، ويلا. وطبعا في فيديو هينزل جامد جدا 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 عن البارات في روسيا. مش البارات اللي هو انا هدخل البار، لا، انا هوريك الناس من بره لما بتطلع من البار عامله ازاي وبيبقوا عاملين ازاي. انا بجد بشوف حاجات كتير في روسيا من الحاجات دي. طبعا الحاجات دي مالناش احنا دعوه بيها، بس بوريها لك كعبره ليك انك لما تيجي هنا ما تعملش كده، ان انت جاي يعني عشان تدرس، عشان تاكل، عشان تشرب، مش عشان تدخل بار وتطلع مش قادر ودايخ والكلام ده. بجد استنوني في فيديو جامد جدا 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 عن موضوع البارات وازاي الناس بتبقى سكرانه وبتتطوع في الشوارع. بس خلينا في موضوعنا دلوقتي، يلا بينا عشان قربين نخلص الفيديو. انا شايف مطاعم ومحلات كانت بتبقى فاتحه 24 ساعه. يعني مثلا زي روستكس او الكلام ده كله بيبقى فاتح 24 ساعه في مناطق معينه او فروع معينه. شايف ده قافل وده قافل وده قافل، مع اني انا مستغرب السنه اللي فاتت كان الحاجات دي فاتحه. بس الظاهر السنه دي عشان الاجواء جميله، يعني انا ممكن واقف بسويت شيرت سقعان شويه بس مش قوي، فعشان كده الناس كلها قافله وكله بيحتفل في الشارع وكله بيحتفل في البيت. على فكره في ناس من اللي موجودين حاليا دلوقتي بيحتفلوا في الشوارع من الروس بيروحوا، يعني مثلا بيحتفلوا يعني مثلا بيحتفلوا في الشارع وكده، بعد كده بيروحوا البيت
يحتفلوا تاني في البيت بشجره الكريسماس، اذا كان بيشربوا حاجه او بياكلوا حاجه او الكلام ده. وفي معلومه عايز اقولها لكم، هنا مش بيحتفلوا في يوم راس السنه بس، هنا بيجهزوا. شفت رمضان عندنا في الدول العربيه بنجهز الاكل والشرب وي وي والكلام ده كله قبل اول يوم رمضان، فزي ما هنا قبل اصلا راس السنه انا شايف زحمه زي كده، قبل راس السنه باربع خمس ايام بيجهزوا بقى، اذا كان شرب، اذا كان اكل، اذا كان احتفاليات، اذا كان خروجات، اذا كان كل ده، فبيجهزوا الحاجات دي ليوم راس السنه. احنا اصلا دلوقتي يعتبر الساعه 2، انا بصور لكم من الساعه 12 ونص كده، لان كان في زحمه جدا الواحد مش عارف يصور، والصراحه الواحد كان مستمتع وكده. وطبعا دلوقتي يعني ما تقلقوش، الدنيا امان من كل حاجه، ما فيش مثلا حد يتضرب، حد يتسرق، حد الكلام ده كله، كل الكلام ده امان. فيلا بينا عشان شايف في ناس كتير هناك، يلا بينا نشوف بيعملوا ايه. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، او على الاقل انك استمتعت بالفيديو شويه، دي حاجه تهمني جدا جدا، عشان انت يعني انا والله بعتبر كل جمهوري او كل الناس اللي بتتفرج عليا مش ناس او فانز او الكلام ده، احنا كلنا اخوات. اي حد بيبقى عايز يستفسر على اي حاجه بيكلمني، وانا والله مش بتاخر، ولو اتاخرت في الرد على الرساله برد تاني يوم على طول بالكتير قوي. فاهم حاجه ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك وتعمل كومنت، واي حاجه عايز تستفسر عليها انا رقمي في القناه في الديسكريبشن بتاع القناه، ما تنساش تدخل تاخد كوبي وتكلمني على الواتساب وانا هرد عليك على طول، ولو اتاخرت جامد هيكون تاني يوم. وطبعا ما تنساش الفيديوهات اللي جايه هتكون شيقه جدا جدا جدا، لان مدينه كاترينبرج مدينه جميله جدا وفيها حاجات كتيره كده يعني عايزه تتصور، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل في مدينه كاترينبرج باذن الله لحد ما نوصل مدينه تيومين، وبعد كده نكمل باقي المدن باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.